بسم الله الرحمن الرحيم. مشاهدينا الكرام، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أهلا بحضراتكم في لقاء متجدد من برنامج قوارير. في زحمة الدنيا وضغط الحياة كلنا بندور على باب نلجأ له، حد يسمعنا بصدق، نكلمه من غير وسيط ومن غير أي حد، ونحكي له من غير خوف. الباب ده هو الدعاء. الدعاء مش بس عبادة، ده علاقة خاصة جدا بين العبد وربه. ربنا سبحانه وتعالى قال في كتابه الكريم: وقال ربكم ادعوني أستجب لكم. وقال: وإذا سألك عبادي عني فإني قريب أجيب دعوة الداع إذا دعاه. والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الدعاء هو العبادة. وفي رواية أخرى: ليس شيء أكرم على الله من الدعاء. في حلقتنا النهاردة هنتكلم عن فضل الدعاء وعن آدابه، وإزاي ندخل الدعاء في حياتنا كلها بشكل حقيقي، مش مجرد كلمات بس إحنا بنرددها أو اعتدنا عليها وأصبح نمط في حياتنا. وهنشوف سوا إزاي ندعي ربنا من قلوبنا مش بألسنتنا فقط، ونتعلم ننتظر الإجابة برضا ويقين، لأن في كل حال ربنا أرحم بينا من أنفسنا ومن أمهاتنا. هنعرف كل التفاصيل دي بإذن الله تعالى مع ضيفتنا اللي مشرفانا الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش. السلام عليكم وأهلا ومرحبا يا أستاذة خديجة. يا أهلا وسهلا فيك أستاذة ندى، حياك الله. أنت وبرنامجك المتميز دائما وأبدا، أهلا والموضوعات وسهلا. اللي تلامس يعني أنفسنا وقلوبنا في طرحك لها المميز. الله يسعدك يا رب. أشكرك يا أستاذة خديجة. بداية في الحلقة احنا عايزين نعرف يعني ايه دعاء. احنا بنردد الكلمة كتير، لكن احنا عايزين معنى للدعاء، وليه ربنا بيحب يسمع دعائنا له. طيب، لو جينا نبغى نتكلم عن إيش هو الدعاء. الدعاء ببساطة هو كلام يدور بين العبد وبين ربه. كلام تقوليه أنت بطريقتك، بأسلوبك، بلغتك يعني الغير منظمة، الغير مفهومة للناس، للبشر، لكن الله سبحانه وتعالى يعلمه. فهو حديث يدور بين العبد وربه في حاجته، في فضفضة، في أي جانب من الجوانب هذه كلها. وهو سبحان الله من أعمق العلاقات. يعني اليوم الإنسان يحتاج أن يتكلم مع أحد، فالأكرم والأعز عليه أن يتكلم مع الله سبحانه وتعالى بشكل طبعا بسيط، حتى لو ما حرك طبعا. شفتيه يقدر يتكلم طول الوقت حتى بقلبه بالأسلوب اللي يناسبه يعني. فهو من أعظم بالظبط. العبادات وأكرمها عند الله سبحانه وتعالى، لأنه بالدعاء احنا بنثبت معنى الربوبية لله سبحانه وتعالى، وأنه هو القادر، وأنه هو الخالق، وأنه هو الرازق، وأنه هو المعز، وأنه هو كل شيء يعني. فاحنا بنثبت من خلال الدعاء وقيامنا به أنه هو إلهنا فقط يعني، فلا نطلب من أحد آخر شيء سواه. ايوه، تمام. طيب، نتكلم عن آداب الدعاء. هل لازم علشان أدعي ربنا أكون يعني على هيئة معينة، على شكل معين، بطريقة معينة؟ هل في آداب لازم نلتزم بيها علشان ندعو بيها وتكون دي كمان سبب من أسباب الاستجابة؟ طيب، اليوم لما نبغى نتكلم عن آداب الدعاء، ما نبغى نتكلم عنه بالأسلوب المدرسي أو الأسلوب المنمق صراحة. مم. يعني ليش؟ مم. مم. لأنه الجو العام هذا اللي فيه نسوي كذا ونستعد بهذا وإلى آخره، خلى الناس كلها في موضوع الدعاء في انحسار في الموضوع هذا كله. لأنه بالفعل في آداب، لكن إذا الإنسان ما قام بها، هل معناها أنه ما يقدر يدعو الله سبحانه وتعالى على أي هيئة كانت؟ لا طبعا. مم. أيوه. ويقول يعني من ضمن الآداب مثلا الإنسان يفضل أن يكون على الوضوء، وأنه يستقبل القبلة، طهارة، وأنه أيوه. يتحين أو أوقات استجابة الدعاء، وأنه مم. يكون يعني مقبل على الله، وأنه يبدأ بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم. صلى الله لكن عليه طيب، وسلم. إذا هل معناها أنه أنا هذه الآداب لو أنني لم أقم بها أو ما كنت موجودة في هذه الحالة من مم. الآداب هذه كلها ما أستطيع أن أدعو؟ لا، الإنسان يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأي شكل بأي هيئة كانت، يعني في أي وضعية كانت، حتى لو مم. هو نايم، حتى لو هو
كان على غير وضوء، على غير طهارة، يستطيع أن يدعو الله سبحانه وتعالى به. وهذا يأكد لنا أنه موضوع العلاقة مع الله موضوع جدا بسيط وغير معقد. يعني في أي وقت ادعوني أستجب لكم، فقط هي هذه الفكرة، أنه ادعوني في أي حالة كانت، في أي وضع كنت، حتى لو كنت أنت مختلط بكثير من المعاصي والذنوب، مو بالضرورة تكون طاهر من هذه الأشياء كلها حتى تدعوني، فادعوني بأي حال. بالفعل في آداب، لكن ما هي ملزمة حتى ندخل نحن في حالة الدعاء وطلب هو الشيء الذي يفضل نريده ان من الله احنا سبحانه نتبع وتعالى. هذه الآداب يا أستاذة خديجة في الدعاء، هو يفضل، ولكن لو احنا يعني ما قدرناش ان احنا نعملها، كنا في وضع ما يسمحش لينا ان احنا نتبع كل هذه الآداب، ده مش معناه ان احنا ما ندعيش، وده مش معناه ان الدعوة مش هتستجاب. صحيح. ما هذه هي الإشكالية، أنه يعتقد الناس لما نحن نتكلم اليوم عن آداب الدعاء أنه أنا لازم أكون في هذه الحالة النفسية، يعني لازم أكون على وضوء، ولازم أبدأ بالصلاة على النبي، ولازم أبدأ بالثناء على الله، ولازم. طيب اللازم لازم 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 يخلي الإنسان يبتعد عن هذا السلوك اللي هو طبيعي جدا في حديثك مع الله سبحانه وتعالى في أي وضع وفي أي حالة كانت. عشان كده التسطير هذا هو الإشكالية في الناس وإقبالها على الدعاء. ممتاز جدا. طيب نتكلم عن أوقات استجابة الدعاء. دايما بنسمع يا جماعة تحروا ساعات الإجابة علشان بإذن الله تعالى دعائكم يستجاب ويكون عاجلا غير آجلا. تحروا ساعات الإجابة. خلينا نتكلم عن أوقات استجابة الدعاء اللي المفروض كل عبد مسلم ومسلمة تتحرى هذه الأوقات وتدعي بيقين من قلبها. طيب سبحان الله، من فضل الله سبحانه وتعالى على عباده، إن إحنا اليوم لما نقول أوقات استجابة الدعاء حتلاقي إنه اليوم كله في كل وقت في استجابة للدعاء كتير. يعني بعد الوضوء الدعاء مستجاب، بين الأذان والإقامة الدعاء مستجاب، دبر كل صلاة الدعاء مستجاب، آخر ساعة من الجمعة الدعاء مستجاب، في الثلث الأخير من الليل أو في الثلث الأول من الليل في قيام الليل الدعاء مستجاب، في حالة المرض الدعاء مستجاب، في حالة السفر الدعاء مستجاب، في حالة الصيام الدعاء مستجاب. فشوفي سبحان الله من رحمة الله سبحانه وتعالى أنه كل هذه الأوقات فيها إجابة للدعاء. لكن نحن لما نقول تحروا أوقات الإجابة، هذا دلالة على حرص الداعي بما يحتاج أن يدعو به الله سبحانه وتعالى به، فهو يتحرى الوقت هذا. ليش؟ حتى يجمع قلبه ويجمع مسألته ويجمع نفسه وذاكرته وذكرياته وحاجته كلها في هذه الدقائق المعدودة. هي هذه الفكرة. ولا الله سبحانه وتعالى يستجيب للإنسان حتى وهو في أعمق مشكلاته، أمن يجيب المضطر إذا دعا ويكشف السوء. فشوفي سبحان الله، يعني كل وقت في استجابة للدعاء غير محدود يعني بساعة معينة، إنما في طوال الوقت نحن في حالة استجابة للدعاء. ممتاز. طيب في بعض الناس هي بسيطة، وممكن يكون بعض الناس أصلا مش متعلمة وبتدعي بطريقتها البسيطة اللي على الفطرة من قلبها، يعني مني لباب يا رب مني لباب السماء، بالطريقة اللي على الفطرة اللي احنا بنسمع عنها. وبيقولوا احنا ما بنعرفش ندعي بالكلام اللي هو بقى ايه، اللي باللغة العربية الفصحى او بطريقة الشيوخ او بطريقة الناس المتعلمة قوي. هل معناها ان انا كده ربنا مش هيستجيب مني؟ هل لازم ادعي بطريقة معينة او بكلام معين او بصيغة معينة، ولا كلامنا العادي اللي طالع من قلوبنا وحاسين بيه، يا رب انت عالم بحالي، يا رب انا ماليش غيرك، والكلام اللي معروف عند كتير من الناس اللي على فطرتها وعلى سجيتها وبتدعي بيه؟ طيب احنا لما نقول احنا الدعاء هو عبارة عن كلامك انت اليوم مع الله سبحانه وتعالى. هل في كلامك مع الله سبحانه وتعالى حتحتاجي مثلا ترتبي كلامك بالعربية الفصحى، ولا يكون في سجع، ولا في تناغم، ولا في أي شيء، ولا حتستخدمي لغتك البصيطة؟ أكيد حتستخدمي لغتك البسيطة اللي في قلبي، هطلع اللي في قلبي كله. أيوة. هو هذا لما تستخدمي لغتك البسيطة ومن صميم قلبك، هذا هو لب الدعاء، أن يكون خارج الكلام هذا من القلب وليس من الجوارح فقط. عشان كده لما يكون خارج من القلب حيكون استخدام الألفاظ البسيطة جدا المعبر عن الحالة هذه. فالإنسان مأمور أن يدعو الله سبحانه وتعالى بأي حال كان، بأي لغة كان. طيب اليوم لما نقول باللغة المرتبة معناها الناس كلها لازم تدعي باللغة العربية. طيب والأعاجم الذين ليست لغتهم العربية هي اللغة الأم مثلا أو لا يتقنونها، معناها ما يدعو؟ لا طبعا.
فهم أيوه. يدعوا بأي حالة كانت باللغة مم. التي يفهمونها، بالأسلوب اللي هم يبغوا يتكلموا فيه بشكل بسيط جدا مع الله سبحانه وتعالى. مم. والغريب والعجيب أنه هذول الناس اللي يعني تقولي عليهم بسيطين جدا بلغتهم يدعوا، مم. تحسي الدعاء خارج من أعماق قلوبهم، اه. يعني ما في أي تزييف، ما في أي حالة، خلاص مم. يعطوك إياه كذا وتشعر إنه هو يصل إلى قلبك. فكيف أيوه. أنه يعني أكيد يصل إلى الله سبحانه وتعالى في يصل هذه إلى الله الحالة. سبحانه وتعالى، بالتأكيد بالتأكيد. طيب هل لازم إن إحنا نلح على الله في الدعاء، نفضل ندعي لو ليا حاجة عند ربنا أدعي مرة واحدة يعني دعاء كده بيقين في سجودي أو في قيام الليل وخلاص، ولا أفضل ألح 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 في الدعاء لحد ما ربنا يستجيب؟ بعض الناس بتقول ما أنا دعيت ومنتظرة الإجابة، مش لازم إن أنا أقعد أكرر كتير كتير في الدعاء. رأي حضرتك إيه؟ إن الله يحب الملحين في الدعاء، والإلحاح في العبد الدعاء اللحوح. هو نعم العبد اللحوح، معناها هو العبد المتعلق بالله سبحانه وتعالى، اه. المتعلق بهذا الخالق العظيم، بهذا الرازق، بهذا المعطي. معناها أنه أنا يعني قاعدة أكد لنفسي مع نفسي أنني لن ألجأ إلا إلى الله سبحانه وتعالى من خلال هذا الإلحاح. لله المثل الأعلى من قبل ومن بعد. الآن مم. الإنسان لما يكون عنده حاجة عند شخص، هل يطلبها منه مرة واحدة ولا يحتال عليه، يجي له من هنا ويجي له من هنا ويجي له مم. من هنا ويدخل ناس المهم إلى أن ايوه. يحصل إلى على مم. مطلبه، صح ولا لا؟ من باب طبعا. أولى إذا مع الله سبحانه وتعالى، لأنه في الإلحاح في الدعاء هو تحقيق وتأكيد على معنى العبودية لله سبحانه وتعالى. والله مم. سبحانه وتعالى يحب الملحين في الدعاء، والله سبحانه وتعالى يحب أن العبد يعني يسمع صوته مرارا وتكرارا في مم. طلبه هذا، وطلبه راح ياخذه، لكن راح ياخذه ويحقق له إياه بالكيفية التي تناسب هذا العبد، وليس بالكيفية التي يريدها العبد، لأن الله سبحانه وتعالى هو أدرى مم. بمصلحة هذا العبد في هذا الأمر. بالعكس الإلحاح في الدعاء هو الصدق مع الله سبحانه وتعالى، وصدق مع هذا الطلب الذي أنت بحاجة إليه وتريد تحققه أو مم. تحقيقه في حياتك. آمين يا رب العالمين. طيب في بعض الناس اعتادت الدعاء ولكن خدته كعادة أو كروتين، اعتادت الدعاء مثلا بشكل معين أو بصيغة معينة بعد كل صلاة، اعتادت الدعاء بالصحة والستر وعدم يعني إن احنا نحتاج إلا إلى الله سبحانه وتعالى، بقى روتين في حياتها ما بتقطعوش. ايه الفرق ما بين الدعاء بالطريقة دي ان هو روتين انا لساني اعتاد عليه على طول، وما بين الدعاء هنقول بصدق اكتر او طالع من القلب اكتر بطريقة مختلفة شوية عن الدعاء اللي بروتين؟ هل ده بيستجاب وده لأ؟ وكله بيستجاب بإذن الله تعالى، لكن هو أساسا الروتين ده من فين بدأ؟ أول شيء بدأوا بتصور يعني أنا أنه الإنسان بدأوا بوعي وإدراك، لكن لأنه على طرف لسانه في الغالب يكون مما جرت به العادة في لسانه من الكلام، فبتلاقيه على طول بيقول مثلا، بيقول الله يهديني، الله يصلحنا، الله يرزقنا، الله، خلاص يعني. هو في البداية بدأ الإنسان وهو صادق يعني وعميق جدا في الدعاء ده، وأنه استخدمه في كلازمة يعني لكلامه. الفرق بينه وبين الدعاء اللي احنا نركز فيه انه احنا سبحان الله بنركز في الأدعية اللي نشعر نحن محتاجينها بقوة، يعني امم. اللي هي نبغاها تتحقق بطريقة ما، فتلاقينا يعني مركزين في الموضوع ده كله. فكلاهما دعاء، لكن هو السيء في الموضوع إيش هو؟ إنه الإنسان ما يكون مدرك الكلام اللي هو بيقوله أو للدعاء اللي هو بيقوله على طول. لكن امم. هو طبعا أفضل بكثير، لأنه هو بيعود الإنسان نفسه على الكلام الطيب. يعني حتى اه. الدعاء هذا اللي يسترسل فيه الإنسان هو من الكلام الطيب، وهو امم. قد يصيب يعني في وقت ما أبواب الإجابة في الدعاء فيحصل به الإنسان. زي اه. الإنسان اللي يعود لسانه على الكلام السيء، هذول لا، قرروا انهم يعودوا لسانهم على طرف لسانهم الأدعية القصيرة اللي على طول يقولوها، وما امم. يحتاج لها تركيز يعني شديد، لكن يكفي فيها أن نواياهم فيها طيبة. بالتأكيد. طيب أستاذة خديجة، في بعض الناس بتمر بلحظات ضعف، لحظات إيمان قليلة شوية، ممكن يكون هو يعني في فترة ما بعيد حبة عن رب العالمين. هل معناها إنه هو في حالات ضعفه الإيماني ده لو دعا ربنا ممكن ربنا مش يستجيب له؟ هل لازم أكون على قدر عالي من الإيمان والعلاقة القوية برب العالمين علشان كل دعواتي تستجاب؟ طبعا هذه إشكالية إذا كان الإنسان عنده هذا الفهم أنه لازم يكون في حالة من الطهر
وعدم ارتكاب الذنوب حتى أنه يدعو الله سبحانه وتعالى ويستجيب له. لأن الله سبحانه وتعالى في القرآن الكريم ذكر آيات كثيرة جدا، يعني يذكر كفار ومشركين كانوا على البحر، يعني حتى إذا يعني الآية اللي تقول هي أنه سبحان الله أحاط الله سبحانه وتعالى بهم وهم في بطن البحر، يعني دعوا الله مخلصين له الدين فلما نجاهم إلى البر إذا هم يشركون. فحالة الاضطرار وحالة اللي هو الابتلاء العظيم يخلي الإنسان يتعلق بالله سبحانه وتعالى حتى لو كان غير مؤمن. يعني احنا بنشوف المشركين والكفار اليوم واللي ما عندهم دين لما يقعوا في مأزق عظيم جدا من الفطرة يعرفوا إن هم لازم يلجأوا لشيء أقوى وأكبر منهم حتى ينجيهم من ما هم فيه، فبيدعوا، فبيكشف الله سبحانه وتعالى عنهم. فبالتالي مو شرط أن الإنسان يكون خالي من الذنب حتى يدعو الله سبحانه وتعالى، بالعكس الله سبحانه وتعالى بعض الأحيان الإنسان يطيل عليه البلاء ويبتلي حتى بارتكاب الذنب حتى يعود إلى الله ويدعو الله سبحانه وتعالى أن يكفر عنه ذنبه حتى ما يعجب بنفسه في هذه الحالة. بالتالي حالة الطهر هذه ولا حالة أنه أنا أكون في حالة إيمانية عالية وعشان أدعو الله سبحانه وتعالى، هذه مدخل من مداخل الشيطان عشان الإنسان يحدث نفسه فيقول إيش أنا عندي ذنوب كثيرة وأنا دائما مقصر، كيف دحين بأي وجه أدعو الله سبحانه وتعالى؟ بالعكس أنت لما تقبل على الله سبحانه وتعالى هو إقرار أنك أنت مقبل على ربك، فبالتالي هذا مما يغيظ الشيطان ويطهر النفس أساسا، ويرجع الإنسان يتطهر من الذنب هذا حتى لو كرره مرارا وتكرارا، طالما أنه هو جالس يرجع لله سبحانه وتعالى ويدعو الله سبحانه وتعالى فهو في حالة بإذن الله تعالى من الخير العظيم. أكيد. الحقيقة أستاذة خديجة إحنا مازال معانا محاور كتير حابين يعني نتعرف عليها مع حضرتك، زي مثلا الناس اللي بتدعي كتير ويعني بتتأخر عليها الإجابة، يقول دعوت ولم يستجب لي، إزاي تتصرف مع تأخر استجابة الدعاء؟ هل ده معناه رفض من الله أو عدم محبة من الله أو عدم استجابة؟ وكتير من التفاصيل بإذن الله تعالى نناقشها مع حضرتك، ولكن في حلقة قادمة. لا يسعني الآن إلا أني أشكر حضرتك الأستاذة خديجة برهان، المستشار الأسري والتربوي واللايف كوتش، على وجودك معنا وعلى هذا الطرح المميز. العلاقة ما بين العبد وربه مش محتاجة أي وسيط ومش محتاجة أي حد نهائي. ادعوا ربنا من قلوبكم، ارفعوا ايديكم وقولوا يا رب. مش محتاج ان انا ابقى كاتب كلام منمق وباللغة العربية الفصحى والكلام اللي دايما بيتقال واللي هو فيه يعني طريقة معينة بصيغة معينة وبسجع معين. لأ، ربنا سبحانه وتعالى أقرب إلينا من حبل الوريد وأرحم بينا من أنفسنا ومن أمهاتنا، فأكيد هو سميع ومجيب الدعوات. قولوا يا رب وادعوا من قلوبكم بيقين إن ربنا سبحانه وتعالى هيستجيب، وبإذن الله هتشوفوا ربنا هيقر أعينكم بإذن الله تعالى باستجابة الدعاء. انتظرونا إن شاء الله الحلقة القادمة، هنتكلم فيها عن تأخر استجابة الدعاء وإزاي نتصرف معاه وإزاي نكون نتأدب مع الله سبحانه وتعالى في حال أخر علينا استجابة دعائنا لحكمة لا يعلمها إلا الله. انتهت حلقة قوارير اليوم، وإلى أن نلقاكم نترككم في رعاية الله وأمنه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.